السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إذا حبيتي تتعلمي بقلاوة بكيلة صغيرة وتجيك مورقة ومعسلة وبنينة وفيها واحد البريق ما شاء الله، تجيك خفيفة كما راكي تشوفي وعالية. جبتها لكم اليوم مقادير مضبوطة في صينية 15 على 20، تجيك 14 حبة وما كان حتى شوت. وصفة عملية وسهلة بزاف، غير خليكم معايا خطوة بخطوة باش تنجحوا في البقلاوة تاعكم. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا 300 غرام نتاع الفرينة، بالميزان 300 غرام لانه السنيوه تاعنا راهي نضربوا الطول في العرض عطاتني 300 غرام. 300 غرام فرينة والربع نتاعها سمن، درت 45 75 غرام عفوا نتاع السمن، درتهم هنايا حفرة في الوسط. من بعد جبت حبة نتاع البيض صغيرة كما راكم تشوفوا، ضربتها مليح وخلطتها مع هذاك السمن اللي راكم تشوفوا فيه هكذا باش ما يديرلناش لي غرومو، ما يجوناش البراكس في الفرينة تاعنا كي نخلطوا معاها البيض بهذه الطريقة مع السمن، يعني ما يجوناش فيها البراكس. هنا خلطت هذاك البيض مع السمن مع الفرينة. من بعد بديت نضيف في ماء الزهر، نضيف لها ماء الزهر حتى تنطم معايا، ودرت قرصة نتاع الملح في البيض، ذوبتها في هذاك البيض هكذا باش تجيني فيها الملح هنا وما يجونيش الحبات نتاع الملح في العجينة. هنايا جاتني يابسة شوية، حطيتها فوق سطح العمل وزدت لها شوية نتاع المزهر، شربت لها هذاك القطرات شوية تاع المزهر باش ولات لي قيس ما تتخدم لي، يعني كي تكون يابسة ما تمشيهاش الماشينة وكي تكون طرية ما تجينيش شابة ثاني. هنايا درتها في سيلوفان وخليتها ترتاح، أنا درتها في الليل خليتها ليلة كاملة. هنايا جيت ندير المكسرات كذلك 300 غرام قد الفرينة قد المكسرات في السنيوة هذه كما قلت لكم تاع 20 على 15. هنا للمبتدئات راح تجيهم بزاف سهلة. هنايا السنيوة تاعي جبت كيما قلت لكم مكسرات، هنا درت 200 غرام كاوكاو و100 غرام تاع جوز. هنا كاوكاو 100 غرام بالقشور ديتها للفور، ندفيها شوية ماشي نحمصها يعني دوغي. هنا اللي بلا قشور هاد الطريقة البنات بزاف بزاف تجيكم بنينة. درت مغرفة نتاع السمن في المقلاة مع مغرفة نتاع الزيت وحطيت هذاك الكاوكاو يتقلى. صدقوني بهذه الطريقة البقلاوة تاعكم راح تجيكم قمة في البنة، يعني طريقة بزاف هذه شابة وجديدة. نظن راهي حصرية، واحد ما قالها لكم من قبل. يعني تقلّوا هذاك الكاوكاو في السمن ومن بعداك تحطوه هذه الزيت ديروها من بعدها في التوراق، تجي ما شاء الله البنة. هنايا حمصت هذاك الكاوكاو، نروح نرحيهم هكذا بين 3، الكاوكاو بقشورو 100 غرام بقشورو، 100 غرام بيض و100 غرام نتاع الجوز. الجوز ما نحمصوش، رحيتهم هكذا بشكل متوسط كما راكم تشوفوا. من بعد درت هنايا 75 غرام كذلك ولا 100 غرام تاع السكر، يعني هنايا درت 3 كيلات نتاع عفوا 3 كيلات تاع المكسرات، يعني 300 غرام مع ربع كيلة كذلك 75 غرام تاع السكر. درت لهم هنايا عطر الجوز، عطر اللوز، درت عطر الزبدة، هذاك شوية تاع السمن ثاني اللي والزيت اللي كان قليت فيه الكاوكاو درت منه شوية معاهم، ودرت كيما قلت لكم درت شوية تاع الفانيليا. من بعد هنايا العجينة نتاعي غد من داك كانت ارتاحت، خليت هذوك المكسرات بجيه قبل ما نبدا العجينة نتاعي. من بعد جبت العجينة وبديت نحل فيها هكذاك شغل راح ندير بات فويتي. هنايا هذه العملية تقدروا ديروها يعني بآلة التوريق وتقدروا ديروها بيديكم. أنا درتها هكذا بيدي بالحلال أحسن ما نديرها بآلة التوريق، يعني ما نحبهاش بزاف آلة التوريق، نحب نخدم هكذا بيدي. خدمتها هكذا 3 مرات والّا 4 وأنا نطوي كي شغل راح ندير باط فايتي. من بعد حليتها وقسمتها إلى شرائط هكذا، يعني ماشي بالحساب يعني كيما تحبي، قسمتها إلى شرائط، حليتها هكذا بالحلال باش من بعد تجيني سهلة في الماكينة تاع البقلاوة كي نبدا نحل فيها. حليتهم كامل درت بيناتهم الفرينة حطيتهم فوق بعضهم يرتاحوا. من بعد جبت آلة التوريق نتاعي وبديت نورق فيهم، يعني بديت باللي خشي شوية كل وحدة والماشينة تاع البقلاوة تاعها، كاين اللي تبدا من 1 ل9 من 1 ل7، كاين اللي تبدا من الفوق للتحت، يعني التورق كاين الرقيق اللي عندها في 1، كاين اللي عندها الرقيق في 7، يعني كل الماشينة كيفاش. المهم
أنا تاعي الرقيق تاعها في الواحد درت فيه رقم 5، من بعد فيه رقم 3، من بعد درت فيه رقم 1 هكذا باش التورق تاعي ولا الأوراق تاوعي تقدر تحلهم لي الماشينة تاعي. جبت السنيوة تاعي دهنتها بالزبدة بالسمن وزبدة التوريق، يعني درت خليط بين زبدة التوريق والسمن، من بعد بديت نحل في العجينة نتاعي في رقم 1 يعني في الرقيق كامل. هنا هذه الأولى حليتها في رقم 2 جاتني شوية خشينة، كنت حابة نديرها في رقم 2، الورقة جات شوية قصيرة ما حلتهاليش مليح، من بعد الآخرين درتهم في رقم 1، يعني تقدروا الأولى ديروها في رقم 2 معليش تجي خشينة هذيك الأولى، الطبقة الأولى كامل. تحبوا ديروها في رقم 1. هنا شوفوا العجينة تاعي راهي ما شاء الله، راكم تشوفوا فيها كيفاش راهي مطاطية ما شاء الله ما شاء الله، هذيك الحبة تاع البيض هي اللي تخلي العجينة تاعنا تعطينا هذا المطّة فيها، يعني تجي بزاف ليس. هنا درت هذه الطبقة الأولى كيما راكم تشوفوا، نحاولوا ندخلوها كامل في الكوا هادوك ما نخلوهاش طالعة، من بعد هنا جبت هذاك السمن مع زبدة التوريق ودرت في الطبقة الأولى، هنا جبت ندير الطبقة الثانية كذلك، وما نديروش وحدة بالطول وحدة بالعرض، نديرهم كامل على جهة، وساهلة هذه الصينية يعني كيما قلت لكم مبتدئات صغار يقدروا يديروها. هنا جبت السكين البنات كل ما ديروا طبقتين نحوا هذوك الأطراف وخليوهم في كيس بلاستيكي باش تستعملوهم، لأنه بهذه الطريقة راح تستعملوا كامل العجينة وما يبقاولكمش كامل لي شوت. شوفوا في النهاية شحال بقاو لي شوت. كملت هنايا الطبقات، درت 7 طبقات من التحت كامل، كل ما ندير طبقة ندهن كل منطقة حتى كملت 7 طبقات، 7 وين راح ندير الحشو ما دهنتهاش، والحشو هنا لقيته نشف لي شوية زدت له شوية نتاع المزهر باش يجيني طري. من بعد هنايا قطعت هاذوك الأطراف كيما قلت لكم دايمًا تبقاو تقطعوا الأطراف، نحيو لهم كامل هذاك الزائد، من بعد كي درت الحشو ليسيتو بالكوبات، هنايا نقلب هاذوك الأطراف من الفوق فوق الحشو، يعني نحيو هاذوك الأطراف ما يبقاوش كامل طالعين مع السنيوة ونقلبوهم، يعني نقلبوا غير شوية منهم، هكذا باش كي نحطوا الطبقة الأخيرة نتاع الفويتاج يعني تاع الأوراق تجي جوست فوق هاذوك الأوراق اللي قلبناهم فوق الحشو، إن شاء الله راكم فهمتوني والصورة كانت تعبّر. هنايا من الفوق ما يهمش شحال طبقات، يعني ما حاش ندير 7 ولا هنا حتى خلصت لي العجينة، أنا هنا البنات جاوني 10 طبقات من الفوق، وطبقات رقاق كيما راكم تشوفوا، وهذه الطبقة الأخيرة شوفوا كيفاش راهي ليس الله يبارك، وهاذوك الأطراف كل ما نحيهم نستعملهم، يعني العجينة 300 غرام استعملتها كامل شوفوا واش بقى لي منها. يعني هادو هما لي شوت اللي خرجوا لي في البقلاوة نتاعي، يعني شوية برك، من بعد نحكم الكوبات ونهبّط هاذوك الأطراف فوق بعضاهم، يعني من التحت راهو الحشو ما كاش في الأطراف، راهو كامل مدية حقها ومن التوراق ومن الحشو. هنا نهبّط هاذوك الأطراف باش تجيني بهذا الشكل، يعني رائعة جدًا. وهنا عندي هذا يعني المول راح نقطع به بالطول، تحبوا مربع تحبوا بالطول، أنا جبت هذا المول ورايحة نقطع البقلاوة نتاعي، شوفوا تحطيها في الطرف عادي لأنه الحشو راهو في الطرف، التوراق راهي ما شاء الله. هنا جاوني هاذوما كيما راكم تشوفوا 7 وهنايا 7 يعني 14 حبة الله يبارك ما شاء الله. قطعتها لي، هنايا بعد ما علّمت برك الحبات يعني ما قطعتش، خليتها باش من بعد كي تنشف ما كي نعبّز عليها ما تتشققليش، هنا غطيتها وخليتها ارتاحت هكذا شوية واحد الساعة ولا ساعتين، من بعد تقدروا تخلّوها تبات وغدوة من داك تقسموها وتحطوها طيب. أنا de toute façon خليتها باتت، غدوة من داك قسمتها بالسكين كيما راكم تشوفوا، وضفت لها هذاك السمن ومن الفوق كيما راكم تشوفوا زبدة التوريق، ضفت لها هذاك السمن، لا عفوًا السمن وحده، لأنه زبدة التوريق درناها في التوريق والسمن من الفوق باش تتحمر لنا، من بعد كمّلت التقطاع نتاعها نغطيها هكذا ونديها طيب، يعني نغطيها من الفوق باش ما تحمرليش ولا تنحرق لي من الفوق ونخليها طيب، كي نشوفها طابت من التحت طلع هذاك التورق نتاعها شعلت لها الفونتيلاتور باش تتورق لي، من بعد كيما قلت لكم طيبتها هكذا مغطية وتقدروا ديروها تغطوها بابي كويسون فقط، أنا درت لها سنيوة من الفوق هكذا ولازم تكون عالية عليها باش التورق ما يلحقش للسنيوة.
فهمتوني البنات؟ هكذا حتى طابت لي، حطيتها طابت كي شفتها طابت من التحت، شعلت لها من الفوق، شعلت لها المروحة وتورقت لي بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. العسل البنات ما نديروش 300 غرام، العسل تقدروا تزيدوا 50 غرام حتى ل100 غرام فوق الحد نتاع الكيل. يعني إحنا درنا 300 غرام سميد، ودرنا فرينة عفوا، و300 غرام نتاع مكسرات. العسل تقدروا ديروا 300 غرام، ولكن دي شوية ناشفة، يعني تقدروا تزيدوا لها ديروا 350 حتى ل400 غرام نتاع العسل. أنا درت لها 400 غرام نتاع العسل، وجات هذاك هو وكافيها، جات ما شاء الله. يعني كي ديروا كيلو تاع فرينة تقدروا ديروا كيلو و200 غرام نتاع العسل، هذه هي. المهم البنات أنا عسّلتها وخلّيتها حتى شربت مليح، مليح، من بعد باش قطّعتها. هنايا شوفوا كي بديت نقطّع فيها، شوفوا التوراق تاعها الله يبارك، كيما قُلت لكم العجينة حتى تكملوها، ما تخلّوش العجينة، حتى تكملوها في التوراق من الفوق، ديروا 7، 8، 10 وين ما وصلت لكم العجينة نتاعكم. وشوفوا التوراق تاعها الله يبارك ما شاء الله، يعني خرجت تحفة. كيما قُلت لكم الأعياد، العيد الفطر، لسهرات رمضان، لأفراحكم، لمناسباتكم، والحشو الطري ومعسّل الله يبارك ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وتكونوا درتوا لي هذيك الجَّم وفرحتوني بها، ربي يفرحكم. ونلتقي إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة حبيباتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.